السلام عليكم، مرحبا. وصفتي اليوم بسكويت العنب. بسكويت بطعم العنب والكيك. تابعوا الوصف الأخير لمعرفة التفاصيل. في البداية بدي نبهكم على شغلة أنا بعتذر منها. مصور الفيديو بشكل طولي ما انتبهت أبدا. بنص الوصفة تذكرت ولاحظت إنه أنا مصورة بالغلط، بعدين زبطت وصورت بشكل عرضي. المهم إنه تكون واضحة ومفهومة. أنا بجيب عنقود عنب، بشيل منه العوادين وبغسله بشكل جيد، وبعدين بعصره بالخلاط حتى مع بذرته. ابدا ما بيأثر البذر بطعم البسكويت. ليش؟ لاني انا عم حطه بمصفاة الشريط. مصفاة الشريط هيدي مثل ما انكم شايفينها ثقوبة دقيقة، ما بينزل منها ابدا البذر. طلعت معي كمية العنب المعصور 2 كوب، وأنا بحاجة بهالوصفة فقط إلى كوب واحد. بحطه بوصفتي على دفعات. أول مرة بحط نصف كوب، بعدين بحط نصف كوب تاني. هلأ عجينة بسكوت العنب 3 معالق سكر. ليش أنا حطيت 3 معالق سكر؟ لأنه العنب الهيدا اللي شفتوه هذا كتير بكون حلو. حطيت 3 معالق سكر و2 معلقة زبدة كبار. بحركهم بشكل جيد حتى تدوب الزبدة والسكر مع بعضهم ويعطوني هذا الشكل المطلوب. هلأ بحط برش ليمون، ليمون برتقال وليمون حامض أو أي نوع واحد ما مشكلة. وبحط ملعقة صغيرة من بيكنج باودر، 5 نقاط من فانيليا. بحط معلقة صغيرة من ماء الزهر، والمكونات بنخلطها بشكل جيد. أنا هيدون اللي حطيتهم هالمكونات هيدي مشان لأنها الوصفة بتحتاج إلى بيضة وحدة مشان اقتل زنخة البيض. هلأ أنا بحط فوق هالمكونات نصف كوب عصير عنب، بحركه. بعدين بحط كوب طحين. وصفتي هيدي بتحتاج إلى 2.5 كوب من الطحين. أنا بحطهم بالتدريج. أول مرة حطيت هلأ مثل ما شفتوا كوب واحد، وحركته بشكل جيد مشان يندمج مع المكونات. بحط بيضة وحدة. طبعا بنحركها حتى تندمج مع المكونات. نحط كمان هلا نصف كوب عصير العنب التاني. وهيك خلصنا من العنب، حطيناه كله. هلا منيجي على الطحين، منحط الكوب التاني، بعدين منحط نصف كوب. وهيك بتكون وصفتي احتاجت إلى 2.5 كوب من الطحين. حطيناهم بشكل تدريجي، مو دفعة واحدة. ندمج بشكل جيد. عجينتي لازم تكون لزجة، بتلزق بالايد. ليش؟ لانه انا ما بدي اياها تقرش. انا بدي اياها بيكون داخل البسكوت اسفنجي مثل الكيك. لانه هي وصفتي اسمها عصير العنب، بسكوت بطعم العنب والكيك. منحط عليها ورق نايلون، منحطها بالبراد لمدة 30 دقيقة. بعد خروج العجينة بنشوفها صارت أكتر متماسكة. وهلأ بقطعها أقراص وبدورها وبحطها بصينية الفرن. صينية الفرن بحط على ايدي زيت نباتي، وبمسح الصينية مسح بزيت النباتي بايدي. ما بحط ابدا كمية كبيرة.
بعدين بصف أقراص العجين، بضغط بالوسط بكل قرص. بعدين هون بستخدم الشوكة، بغرز كل قرص بالشوكة، بعمل غرزات. ليش؟ مشان ما ينتفخ القرص أثناء الخبز. وبحطهم بالفرن على درجة حرارة 200 أو حسب درجة حرارة الفرن لديكي، وحتى تاخد لون ذهبي مطلعة من الفرن، ونشعله من فوق من تحت. هيك بعد ما خرجت من الفرن شوفوا الجمال، الرائحة بتجنن معباي المكان. عن جد كتير كتير طيبة وناجحة، ومكوناتها بسيطة. عملوها، جربوها، شوفوا من برا ومن جوا، يعني من أسفل ومن فوق كيف لونها ذهبي. هلأ الزينة بتكون حسب الرغبة. أنا حطيت جوز الهند، فيك تحطي أي نوع من أنواع المربيات، وإذا كان عندك مربى العنب بكون أحسن، بس حطي بالوسط مربى العنب، أو إذا بتحطي جوز أو بندق. الزينة حسب الرغبة. عن جد جربوها، كتير طيبة، مع كاسة شاي، مع فنجان قهوة. مكوناتها بسيطة، الطعم خرافي. هلا لاحظوا، لما انا بدي اقسمها بالنص، ما بدي اياها انا الى صوت الى طقة، لا، انا هي بتنقسم بشكل طري. ليه؟ لانه انا هيك بدي اياها. بدي اياها طعمها عنب من جوا، اسفنجي مثل الكيك. انتبهوا، مثل الكيك. بتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. مع تحيات قناة كول وتهنا مع إيمو. ما تنسوني اشتراك، تعليق، لايك.